آيات في سورة الإسراء تبعث على الدهشة والحيرة. أهي نبوءة أم هي سرد تاريخي؟ هذا ما سنكتشفه في هذه الحلقة، فتابعونا. يذكر الله عز وجل في سورة الإسراء أن لبني إسرائيل إفسادان في الأرض، إفساد أول وإفساد ثاني. يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فمتى وقع الإفساد الأول ومتى سيقع الإفساد الثاني؟ يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لفهم هذه الأحداث يجب أن نفهم سبب نزول سورة الإسراء ومتى نزلت وفي أي ظرف نزلت. سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة، وتسمى أيضا بالعتيقة لأنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عام من الهجرة. نزلت سورة الإسراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة البشرى وهو في عام الحزن. كان صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة محاصرا في مكة هو وأتباعه، لا يشترون منهم ولا يبيعون. في هذا العام مات عمه وكفيله وزوجته وخليلته، فسمي هذا العام بعام الحزن. لكن الله عز وجل أنزل عليه هذه السورة بمثابة البلسم، بمثابة الدواء، ليطمئنه ويريه قدره ويشد على أزره ويعلمه أن قدره عند الله عال وأن قدره في السماوات عال. سنجعله غريبا في مكة. نعم. من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه. وبني هاشم وكل من يواليه من قريش. أجل. لا بيع لمحمد ومن والاه ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. يذكر الله عز وجل في فاتحة هذه السورة حادثة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول الله عز وجل في فاتحة هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فيذكر الله عز وجل هذه الحادثة ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسالة انتقلت من بني إسرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والعرب. وأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأراه الله عز وجل من آياته العظيمة، وأنزل له الأنبياء ليصلي بهم، فهو أصبح إمام الأنبياء وصاحب الرسالة التي ستبلغ كل العالم، وصاحب الرسالة التي فرط فيها بني إسرائيل، فانتقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملها. ثم يذكر الله عز وجل بعد ذلك فحوى هذه الرسالة فيقول: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. أي أن هذه الرسالة التي أنزلها على موسى هي نفس الرسالة التي أنزلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ألا تشرك بالله أحدا ولا تجعل من دونه وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. أي أن هذه الرسالة هي رسالة نوح والأنبياء من قبله، أي أن هذه الرسالة هي رسالة الأنبياء من قبل موسى ومن بعده، وقد وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها وكان عليها أمينا صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلى أتباعه وصحابته. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لم يكن له عداوة مع اليهود ولم يكن يعرفهم حق المعرفة، لأنه تعرف عليهم وجابرهم في المدينة بعد الهجرة، والآن هو موجود في مكة
بين المشركين وعبدة الأوثان. ولكن الله عز وجل يذكر له بني إسرائيل في هذه السورة تنبؤا وبشارة أنه سيسود عليهم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين سينتشر ليبلغ بني إسرائيل. ولكن هناك وعدان لله عز وجل وعدهما بني إسرائيل في الكتاب، وهذا الكتاب هو القرآن الكريم، وأيضا هو التوراة التي قد تحتوي هذه النبوءة. فبني إسرائيل سيمران بإفسادان، الإفساد الأول والإفساد الثاني. فمتى كان هذا الإفساد الأول ومتى سيكون هذا الإفساد الثاني؟ كل إفساد لبني إسرائيل يتبعه علوا في الأرض. العلو بأنهم يصبحون يتحكمون في العقائد، العلو بأنهم ينشرون فكرهم. بعد كل إفساد يهلك بني إسرائيل. الإفساد الأول سماه أول، والإفساد الآخر أي أنه الإفساد الأخير، لن يكون بعده إفسادا لبني إسرائيل، لن يكون هناك وجودا لبني إسرائيل. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، أي أن هؤلاء العباد هم عبادا لله نسبهم الله لنفسه ووصفهم أنهم أولو بأس شديد. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أجلوا اليهود من خيبر وبني قريظة وبني قينقاع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلوا عليهم ديارهم ودخلوا عليهم حصونهم حصنا حصنا، ففتحوها بإذن الله عز وجل، وقطعوا دابر اليهود في المدينة المنورة بعد أن أفسدوا وخالفوا وعد الله ولم يؤمنوا برسوله. وقد تبين لهم من توراتهم أنه هو النبي الذي بشر به موسى، وهو النبي الذين ينتظرونه، وكانوا يستفتحون في المدينة على الكفار قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، حيث أن اليهود كانوا يتوعدون الأوس والخزرج أن إذا خرج هذا النبي سوف يعذبونهم به وسوف يملكون كل العرب به. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به، فيقول الله عز وجل: فلعنة الله على الكافرين. ما بك؟ رأيت العلامة بين كتفي. إذن هو بدأنا بكذبة وانتهينا بخيبة. إياك أن تحكي ذلك لأحد لو التقينا في خيبر. وماذا عن عبد الله بن أبي؟ أنت لا تريد أن تزيده جنونا، أليس كذلك؟ دعه الآن. وإذن وقد أصاب سلام. لم تعد تجدي ترهات الشاس ولا الأساليب القديمة. نحن بحاجة إلى مهارة ابن أبي، فهو يملك مع قومه ما لا نستطيع نحن. اصبر يا جدي، لا يقدر أن يحتفظ بسمه طويلا داخله. سيأتي إلينا، سيأتي. هيا لنمضي. بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وبداية تكوينه للدولة الناشئة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة ميثاق للمدينة المنورة، ويعتبر هذا الميثاق بمثابة الدستور في الدول الحديثة. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الميثاق تنظيما للعلاقات بين المكونات الأربعة لشعب هذه الدولة الناشئة، وهم المهاجرون الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأوس والخزرج وهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكان المدينة المنورة، واليهود كبني النضير وبني قينقاع، والأعراب الذين يسكنون في أحواز المدينة المنورة. فكان هذا الميثاق ينظم الحياة بين أفراد هذه الدولة الناشئة. كانت علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود علاقة جيدة، فكان صلى الله عليه وسلم يتصدق عليهم ويهدي لهم ويلبي دعوتهم ويحسن إليهم. ولكن اليهود الذين سكنوا المدينة المنورة كانوا يولون العداء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم صابرا عليهم. وقد أسلم من اليهود عدد قليل، وأبى أكثرهم إلا أن يظلوا على دينهم كبرا وعلوا. ومن بين هذه القبائل اليهودية التي عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي بني قينقاع، التي بدأت تثير القلائل في المدينة المنورة بعد مؤاخاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين، وأصبحت كتلة اجتماعية واحدة. لكن هذا لم يرضي اليهود، لأن اليهود على طول السنين كانوا يثيرون الفتنة والقلاقل. من بين الأفعال التي فعلوها أنهم
أخذوا يبثون روح العداوة بين الأوس والخزرج من جديد بعد أن وحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولة واحدة وآخى بينهم، حيث أمر كبير أحبار بني قينقاع وهو شاس أحد غلمانه بأن يلقي على الأوس والخزرج تلك الأشعار التي كانوا يتغنون بها في الجاهلية في الحرب بينهم، فغذى ذلك نزعة الجاهلية بينهم وبدأوا يستعدون لقتال بعضهم البعض. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب إليهم ووعظهم ونهاهم عن الاقتتال الذي كان سيحدث بينهم، فعادوا بذلك إخوانا يتباكون على ما فعلوه. وكان لبني قينقاع سوقا في المدينة يبيعون فيه الذهب والأواني المعدنية، فذهبت إحدى النساء المسلمات إلى أحد الساغة فالتف حولها اليهود وأرادوا رؤية وجهها إلا أنها أبت، فأخذ السائغ بطرف ثوبها فبان سوءتها فضحكوا عليها، فلما صاحت أتى أحد المسلمين فقتل ذلك اليهودي السائغ وقتل اليهود المسلم. فلما سمع المسلمون بذلك في السوق اشتد القتال بين المسلمون واليهود. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يغتالوه على يد اليهودي عمرو بن جحاش، أراد أن يلقي حجر رحم كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتاله، ولكن جبريل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما أحضروا عمرو بن جحاش أقر بذلك، حصرهم صلى الله عليه وسلم في حصونهم حتى نزلوا على حكمه في رقابهم وأموالهم. وهذه خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضا للمعاهدة التي عاهدوا الله عليها وهي ميثاق المدينة المنورة. فشفع فيهم عبد الله بن سلول كبير المنافقين في المدينة المنورة، فأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة المنورة. بعد إخراج المسلمين لبني قينقاع من المدينة المنورة وأخذهم لأموالهم وأسلحتهم، هناك قبيلة أخرى يهودية وهي بني النضير كذلك خانت العهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجلاهم من المدينة المنورة فخرجوا منها. يقول الله عز وجل: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما القبيلة الثالثة وهي بني قريظة، ففي السنة 5 هجري بعد غزوة الأحزاب أتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يخلع درعه وأن لا يخلع لباس الحرب إلا في بني قريظة، لأنهم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع كفار قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعته. فلما حاصر كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمام حاصره اليهود من الخلف، فكانت أياما صعبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فبعد أن حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر نزلوا على حكم سعد بن عبادة وحكم فيهم الله عز وجل بأن يقتل رجالهم ويسبى نساؤهم وغلمانهم وتؤخذ أموالهم. فبذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود المسالمين الذين داخل الدولة الإسلامية الذين يعيشون معه صلى الله عليه وسلم في ألفة، كان يتعامل معهم بالقسط، ولكن من حاربه كان شديدا معه، من خانه كان شديدا معه. ومن طبائع اليهود التي نعرفها جميعا هي خيانة العهود، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالحسنى. هذه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فإما أن تكون في صالح الدولة أو أن تكون ضدها. إن كنت ضد الدولة فأنت ضدي، وإن كنت في صالح هذه الدولة مواطن في وسط هذه الدولة فأنت لك المواطنة ولك نفس الحقوق وعليك نفس الواجبات التي وضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في ميثاق المدينة المنورة، حيث كتبه النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد دخوله المدينة المنورة ليوضح العلاقات بين جميع شرائح المجتمع المدني الذي سيكون الدولة الجديدة، وأي شيء يأتي لضد هذه الدولة يجب أن يحارب أو أن يقضى عليه. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו
במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי, ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות זכויות בתוך העמים. לפיכך נתכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום קיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. يقول الله عز وجل: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. والآن نرى أن بني إسرائيل هم أكثر نفير، أي أن كل العالم يقف معهم. هذا وعد الآخرة، أنه سيزيدهم علوا في الأرض ويجعل كل الناس تتعاطف معهم إلا المسلمون بطبيعة الحال. والإفساد الثاني الأفكار والإيديولوجيات الجديدة التي ظهرت في القرن العشرين كالماركسية والليبرالية والاشتراكية، كلها من صنيعة اليهود. والأمم المتحدة والمحكمة الدولية والبنوك العالمية والحدود التي رسمت بين الدول بمعاهدة سايكس-بيكو كلها من صنع اليهود. وإسقاطهم للخلافة العثمانية وبناؤهم هذه الدولة الجديدة اللقيطة التي تسمى إسرائيل. فيذكر الله عز وجل في آخر سورة الإسراء قيام هذه الدولة، فيقول: وقلنا من بعده لبني إسرائيل أن اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فتكوين هذه الدولة من كل الأعراق من جميع أنحاء العالم جاءوها يجتمعوا فيها ويكونوا هذا الكيان لكي تكون وعد الآخرة، أي أن الله عز وجل سيقضي عليهم باجتماعهم في بيت المقدس. فيقول في المرة الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ففي المرة الثانية سيدخل المسلمون إلى المسجد الأقصى محررين بإذن الله. يذكر الله عز وجل أن الفئة الثانية التي ستفتح بيت المقدس هي نفسها الفئة الأولى التي أخرجت اليهود من المدينة، حيث يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الذين دخلوا المسجد أول مرة فاتحين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب، هو نفسهم الذين سيفتحون بيت المقدس في آخر الزمان. وصفتهم هي عباد لنا، وصفتهم هي عباد لنا، أرسلنا عليكم عبادا لنا. فبعودة المسلمين إلى عبادة الله عز وجل وبعودة المسلمين بالتوكل على الله عز وجل سيغلبون عندئذ اليهود، ينتصرون بإذن الله عز وجل على بني إسرائيل. ثم يضع الله عز وجل شرطا في ذلك فيقول: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أي إذا عدتم يا مسلمون للجهاد في سبيلي ولإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإننا سنعود لنصركم وسنعود للتمكين لكم وسنعود لجعلكم أعزة بعد أن كنتم أذلة. وهذا قانون الله عز وجل. فهذا الشرط يجب أن يتحقق في أمة الإسلام لكي ينتصروا على اليهود الغاصبين. فإن عدنا إلى جهاد هذا العدو سيعود الله عز وجل لنصرنا. والسلام عليكم ورحمة الله. فزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، ولعنة العقد الثامن ستحل عليهم، وليرجعوا إلى توراتهم وتلمودهم ليقرأوا ذلك جيدا وينتظروا أوان ذلتهم بفارغ الصبر. ثانيا، إلى زعماء وحكام أمتنا العربية نقول لكم من قلب المعركة التي تشاهدون ولا شك تفاصيلها عبر شاشاتكم: إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة،
من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم لا سمح الله، ولا أن تدافعوا عن أقدس مقدساتكم التي تنتهك فيها الحرمات من قبل شذاذ الآفاق خريجي معازل الجيتو، ولا أن تغضبوا لشتم نبيكم صلى الله عليه وسلم في قلب مسراه ومعراجه إلى السماء. لا نطالبكم بذلك، فنحن أخذنا على عاتقنا كنس هذا الاحتلال وإساءة وجهه والقتال عن شرف أمتنا وديننا ومقدساتنا وأرضنا بما نمتلك من إمكانات بين أيدينا، صنعناها من الصفر وبنيناها من المستحيل. ولكن هل وصل بكم الضعف والعجز أنكم لا تستطيعون تحريك سيارات الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جزء من أرضكم العربية الإسلامية الخالصة رغما عن هذا العدو المهزوم المأزوم؟ فهذا ما لا نستطيع فهمه وتفسيره.